محمد، مين اللعيب اللي انت بتحبه في العالم؟ ميسي. انا عارف انت قاعد طبعاً بره وماتش برشلونه شغال، ان شاء الله يبقى كسبانين 3-1. الحمد لله. برشلونه كسبان الحمد لله. 3-1. ميسي جاب هدفين من ضربتين جزاء، وانيستا احرز الهدف الثالث، ونوتشيرنو لاعب اي سي ميلان هو اللي احرز الهدف الوحيد للميلان، و3-1. واحنا دلوقتي حوالي في الدقيقه 80 من عمر نلعب الريال في النهائي ان شاء الله، عشان حجازي بس ما يزعلش، عشان حجازي تبع الريال. بحب الريال، وانا برضه بحب الريال، بس الريال خلاص، الريال خلاص ايبون نيقوسيا يعني فرقه 3-0 في قبرص. لا خلاص النهائي، خلاص النهائي مش خلاص. بس الماتش الجاي خلي بالك يعني البايرن عليكم صعب. البايرن على الريال، لا الريال هيعدي البايرن. تشيلسي برشلونه هيعدي، برشلونه هيعدي، دروجبا هيخلص. انت بتحب ميسي جدا؟ ها جدا، بحب برشلونه كلها. بتحب فريق برشلونه كله جدا؟ انت تتفرج على ماتشاتهم كلها؟ تابعهم. وما بحبش الريال، مش بحبش الريال خالص. ان شاء الله يخسروا برضه في الدوري كمان. لا الدوري صعب، الدوري لو وقعوا ماتش واحد خلاص. لا يعتبر 3 ليه؟ عشان ماتش لا وفي ارضنا. لا صعب. لا ماتش مورينيو ماتش واحد وكريستيانو رونالدو، ماتش واحد. لسه بدري، هنشوف، لسه هنتقابل في الاخر. انت عامل زي اخويا عندي اخ اسلام برضه بيعشق حاجه اسمها برشلونه. هو مش عارف بتوع برشلونه ما بيحبوش ريال مدريد. انا بحب ريال مدريد بس بشجع برشلونه، يعني بحب ريال مدريد، بشجع ريال مدريد بس بحب برشلونه. لا ما بحبش ريال مدريد. ما فيش ريال مدريد خالص ولا. طب كريستيانو رونالدو بالنسبه لك ايه؟ كنت بعشقه وهو في مانشستر. الصراحه الريال خلاص بيجيب اجوان غريبه، بس مش عارف، بحس ان لعبه مش زي مانشستر خالص. مختلف عن مانشستر. بس ده جايب 37 جول. لا ده معدي، ده خالص عدي خالص. معدي. وميسي وراه على طول 36. والسنه اللي فاتت كان هو جاب 40 او اكثر من 40 يعني عدى. هكذا لخص أشرف هذه الظروف المحيطة ببرشلونة. وسأنقل سؤاليك أشرف لمحمد ولطارق، ولو أني واثق أن محمد بالنسبة له لو حيبروزوه ما عنده مشكلة في برشلونة في مكان ثاني، لو مش حيبروزوه يقول لك لا لازم يجي المكان حيبروزوه. لا غصب عنهم، سميك ملك البراويز اليوم، غصب عنهم لازم يبروزوه. رأيك في كلام أشرف؟ هو أولا أي لعيب يجي له ريال مدريد وبرشلونة بتبقى فرصة كبيرة لا ترفض. أولا أنا لو ميسي فضل في برشلونة يروح برشلونة، لو ميسي خرج من برشلونة يروح ريال مدريد. ده وجهة نظري. مش هو أحد الخيارات الممتازة لاستبدال رقم 10 إن رحل ميسي عن برشلونة هو صلاح؟ أنا أتمنى أشوف ثنائية ميسي صلاح في برشلونة، نفس الفريق. في نفس الفريق. هل لابورتا يقدر يجمع الاثنين؟ وهل ليفربول قادر انه يفرط في صلاح؟ وهل عنده الامكانيه الماديه برشلونه انه يدفع 150 مليون يورو؟ انا زي ما بقول لك يا محمد، بقاء ميسي اتمنى ان صلاح يروح برشلونه، خروج ميسي اتمنى انه يروح ريال مدريد، وهو صاحب الكلمه الاولى والاخيره هو نفسه. هل هو سعيد في ليفربول الحالي مع كلوب والمشروع الجديد والمشروع الممتاز اللي بيحصد بطولات، وعنده المقدره انه يقوم بمغامره جديده في نادي كبير له طموحات زي برشلونه او ريال مدريد؟ فهو رجل وصل للنضج ومرحله تقييم الامور، واعتقادي قادر ان هو يقدر يقرر مدى. طيب انت تعرف من ايام المقاولين بيني وبينك هو برشلونه مدريدي؟ برشلوني هو والله. سمعت يا جمهور برشلونه مدريدي.